هذا من أسلحة أنبياء الله وأوليائه. ما هو؟ لجوءهم إلى الله ودعاء. وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني لا يكون دعاؤك فقط في حال الشدة، حتى في الرخاء أنت مجتهد في دعاء الله وعبادته واللجوء إليه. وهذا فيه أنه أي الدعاء من أعظم أسباب النصر، فإن الله نصره في هذا الدعاء. وفيه أيضا من أدب الدعاء إظهار الضعف والفقر والحاجة إلى ربك عز وجل. لا تدعو وأنت مستغن، وهذا واضح في دعاء الأنبياء. هذا يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب أنا فقير إليك. وآخر منهم عليهم السلام يقول: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء. وهذه أمور يعلمها الله، بل وقعت بقدر الله، لكن يظهر لله ضعفه وفقره وحاجته إليه، وأنه لا حول له ولا قوة له إلا بربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فانتصر أنت لدينك. في الآية التي بعدها قال تعالى: ففتحنا. الفاء ماذا تفيد؟ تعقيب. التعقيب. التعقيب يعني ماذا؟ مباشرة، الترتيب باتصال، كما قال ابن مالك رحمه الله: والفاء للترتيب باتصال. التعقيب معناه الترتيب باتصال، مأخوذ من العقب وهو مؤخر القدم، يعني كأنه جاء بعده مباشرة. وهذا هنا ماذا يفيد؟ تفضل. استجابة الدعاء، سرعة إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه نوح عليه السلام. والدعاء هذا سبب لخير الدنيا والآخرة، فأكثروا من الدعاء قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نحن فقراء إلى الله، ماذا نملك؟ لو أن الله قطع عن أنفاسنا الهواء لهلكنا. هواء نتنفسه لو أمسكه الله عنا لا قضي عليه.